10 جنيه القديمة بتاعت مسجد الرفاعي لسنة 1978. طيب ال10 جنيه ديت هل تباع ب5000 جنيه و8000 جنيه و10000 جنيه؟ هنعرف كل المعلومات بالتفاصيل بالظبط في الفيديو ده. بس يا ريت قبل ما نبدأ اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا نبدأ في الفيديو بتاعنا. بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ال10 جنيه اللي معانا دلوقتي على الشاشة اللي هي مسجد الرفاعي لسنة 1978 لتوقيع إسماعيل حسن. طيب ال10 جنيه ديت فعلا تباع من 5000 جنيه ل8000 جنيه ل10000 جنيه؟ الكلام ده غير صحيح. ال10 جنيه ديت اللاست بتاعها آخرها معاك من 50 جنيه. اللاست بتاعها للحالات اللي هي الأنصر، حالة البنك، بتوصل معاك آخرها 100 جنيه. تمام، يعني في حالات 50 جنيه، حالات 100 جنيه. لكن دلوقتي حد اللي بيشتري الحاجات ديت بيشتريها كهاوي كده. تمام، الهاوي اللي بيشتري الحاجات ديت. يعني انت حضرتك حابب تحتفظ ب10 جنيه اللي هي بتاعت مسجد الرفاعي توقيع اسماعيل حسن لسنة 1978. تمام، ديت هتعمل من 50 جنيه ل100 جنيه. محدش يصدق ان هي ب5000 جنيه و8000 جنيه و10000 جنيه، لان الكلام ده غير صحيح. تمام كده واضح؟ طيب الناس اللي هي سمعت ان هي ب5000 جنيه وب8000 جنيه وب10000 جنيه، يعني رايحين بيشتروها ب1000 جنيه وب2000 جنيه عشان يكسبهم زيهم 2000 ولا 3000 جنيه. محدش يشتري الحاجات ديت بالتمن ده. الحاجات ديت اللاست بتاعها 100 جنيه لحالات اللي هي أنصر، حالة بتاعة البنك زيرو ما اتلمستش. تمام كده واضح؟ محدش يشتري الحاجات ديت. تمام، واي حاجة اللي هتسمعوا عنها ان هي يعني مثلا ايه حاجة، ده هي حاجة من السبعينات. تمام، يا ازاي التامن ازاي هترفع المبلغ ده؟ تمام كده واضح؟ ده كان فيديو النهاردة موضح ومبسط عن 10 جنيه مسجد الرفاعي لسنة 1978 بتوقيع إسماعيل حسن. لو عجبك الفيديو واستفدت ما تنساش تدعمنا بلايك، سبسكرايب، وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.